أستاذ خالد، يعني إذا كان هذه الحالات بهذا الذي يذكره على الأقل، وهناك عشرات من الشركات الوطنية أو حتى الشركات اللي يعني داخل السوق السعودي تعاني من أزمات مالية بشكل أو بآخر، وبالتالي كثير من المواطنين اللي يعملون في القطاع الخاص يتعرضون لإشكاليات وربما إجراء التقاضي كالذي يحدث الآن. يعني حقيقة المشكلة هل فعلا مشكلة كبيرة جدا وفي آلاف كما يقول الدكتور قبل قليل، وطريقة الحل إذا كان في آلاف، يعني هذه خطيرة. جميل. بدون شك إنه حالة عادل يعني يوجد زيها عشرات الآلاف من أبناء الوطن، شباب سعوديين بهذه الصورة. يمكن عادل يعني حقيقة رجل يعني حساس وشفاف وتأثر، وطبعا لا شك المشكلة تأثر لما الإنسان يصبح عاجز عن صيانة حياته وبيته وأطفاله وزوجته وما يقدر يعني يكمل حياته، ويجد نفسه في الأخير. فعادل يعني هو هذا تعبير عن وضعه، جلس في الشارع وجلس أمام مكتب العمل بهذه الطريقة. أنا بدي أوضح جانب قانوني جدا مهم. أنت سألته للدكتور بن محفوظ الله يوفقه زميلنا، حقيقة يعني جدا مهم قضية الثقافة القانونية، وهو أشار لها الدكتور. الثقافة القانونية هذه أصلا تكفلها وزارة العمل وناص عليها في نظام العمل. وأنا الحقيقة والله يا أخوان ما هو مجاملة، أنا أقول بكل صدق وبكل أمانة كمتخصص، نظام العمل السعودي يعتبر بشهادة دكاترة وأساتذة يعني قانونيين، يعتبر من أقوى أنظمة العمل على مستوى العالم، بل يكفل حقوق كثيرة لم تكفلها أنظمة كثيرة. إذا المشكلة فين يا جماعة؟ مو في نظام العمل. الناس اللي وضعوا نظام العمل وقننوه وفقا للشريعة، وفقا للقواعد الكلية والقواعد العامة، وفقا للأنظمة المرعية والاتفاقات الدولية، هذا النظام جدا ممتاز وجدا قوي. إشكالية التطبيق، الإشكالية في التطبيق والإشكالية في التفريط من مين؟ من مكاتب العمل ومن وزارة العمل. معليش. وأيضا وعي الناس، إذا الناس عندها وعي الناس. أنا أقول لك يا أستاذ، وعي الناس كفلها النظام. ليه؟ لأنه في مادة حتى في هذا النظام عشان تكفل الوعي القانوني، في المادة 12، المادة 12 من نظام العمل تقول يجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته، ليكون كل منهما على بينة من أمره وعالما بما له وما عليه. لكن ما تلزم، احنا الموظفين يدخلون في القطاع الخاص ما حد نكون صادقين يعني. بالضبط، ما بيلزموا بتعريف الموظف، لأنه مسؤول الموارد البشرية ما يجي يعطي لقاء يجمع الموظفين يعطيهم حقوقهم مع ناس يقفوا ضد الشركة. بالضبط. على الأقل يعتقدون هذا. بالضبط. هو ليش ما بيسوي كده؟ لأنه حقيقة أصلا كثير من المنشآت الخاصة وكثير من القطاعات الخاصة مخالفة للنظام. هذه حقيقة واضحة. خلني أخذ صلاح. تفضل صلاح من الرياض. تفضل صلاح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء أشكرك أستاذ نور على هذا الموضوع. يا مرحبا. والله يحفظك، هذا تضرر من الشركة هذه كثير. أنا واحد متضررين منهم، من القائمين على الشركة، ورئيس الشركة سابقا هو أحد المتضررين من هذه. ليس هذا فقط، رئيس الشركة القديم هو متضرر نفسه، ولو هو الآن خارج البلاد من المشكلة هذه. هذول هم الذين سيطروا على أشياء ليست لهم، فلذلك حصل هذه المشكلة. أنا وأمثالي كلنا من تضرروا من هذه المشكلة. طيب أنا أشكرك صلاح، شكر جزيل. احنا بناخذ كلمة أخيرة من أخونا عادل، وكلمة أيضا نوجهها للناس. كلمة أخيرة يا عادل، وش بدك تقول في دقيقة؟ كلمة أخيرة، يعني أنا لمتى سوف أنتظر أو لمتى سأنتظر أمام مكتب العمل والعمال؟ يعني ما في أحد يتحرك ولا أحد من المسؤولين يتحرك. يعني حتى في أحد من الأخوان في جريدة الاقتصادية أو في جريدة الحياة أبلغني أنه وكيل وزارة العمل طلب منهم رقم جوالي في نفس اليوم الذي نشر فيه الخبر، يوم الاثنين، لكن للأسف ما حصل أي اتصال على جوالي، ولا أحد من مكتب العمل مدير مكتب العمل اللي موجود هناك لم يحرك ساكنا. فما أدري. أنا أناشد خادم الحرمين الشريفين، وأناشد ولي العهد سمو الملكي سلطان بن عبد العزيز على حل قضيتي في أسرع وقت ممكن. والنقطة الأخيرة كمان أنه القضية يوم راحت الهيئة العليا لتسوية الخبرات في الرياض، حاولت أني أنقلها إلى الهيئة العليا للتسوية في جدة، رفضوا الأخوان المحققين هناك بحجة أنه لابد أن خصمك يوافق. خصمي في الرياض وأنا في مكة، وأنا متضرر وأنا المدعي، فنظاما ولم يبت فيها في الرياض. يعني لما راحت الرياض هذه أول جلسة لم يبت فيها، فقط طلبوا مني لائحة اعتراضية
وبعد اللائحة الاعتراضية قالوا تأجيل. احنا سنتابع معك هذا المشهد إن شاء الله على الأقل القانوني، وأتمنى إن شاء الله أن يكون هناك حل سريع زي ما قال الدكتور فؤاد، يعني على الأقل يكفل لك حقوقك وللشركة أيضا حقوقها، وتعود إن شاء الله تعالى لأبنائك وأسرتك بإذن الله تعالى قريبا، يعني عاجلا غير عاجل. شكرا يا عادل. شكرا. يعني لو أردت منك كلمة أستاذ خالد فأنا أحتاجها تكون لكل موظف، يعني على الأقل يمكن أن يكون لديه إشكالية وربما يقدم إلى مكتب عمل معين وينتظر هذا الانتظار الطويل المرير حتى يعني تحل قضيته. والحقيقة أنا أيضا في عمل سابق لي كنت أصادف مثل هذه المشاهد، أنه فعلا الناس 2 و3 و4 سنوات، طيب هذه الفترة الناس فين تعيش؟ رغم أنه أحيانا تكون يعني الأحكام واضحة بتغريم 100,000 200 رواتب لمدة سنة أو 2 أو 3 وتكون منصفة يعني بشكل كبير. كلام جيد. ككلمة أخيرة، أنا حقيقة يعني أنا أقول على كل موظف حقيقة لابد أن يطلع على النظام، لابد إنه يكون عارف النظام، لابد إنه صاحب العمل يعرفه بالنظام حسب المواد القانونية اللي تلزم بهذا الشيء. إضافة إلى إنه يجب إنه إحنا يا جماعة الخير في المجتمع نفهم إنه ما في شيء اسمه العقد شريعة المتعاقدين. هذه الجملة فيها خطأ كبير. هو العقد شريعة المتعاقدين ما لم يكن يخالف نص أو نظام أو قانون أو شرع، لأنه عندنا المادة 8 من نظام العمل تقول يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام ويبطل كل إبراء أو مصالحة. يعني حتى الموظف لو وقع على عقد وهذا العقد مخالف لنظام العمل نظاما هو غير ملزم بمقتضيات هذا التوقيع ومقتضيات هذا العقد. إذا ليه؟ لأنه أنت ما يحق لك تصيغ عقد إلا يكون موافق لنظام العمل. ولذلك يعني حقيقة يعني أنا أتمنى إنه الجميع يعني يكون في وعي قانوني، وإنه والدور حقيقة الأساسي على مكتب العمل وعلى وزارة العمل وعلى المفتشين اللي أقسموا قسم يمين أمام الوزير، لأنه من أنه المفتشين وزارة العمل بيقسموا أمام الوزير على التفتيش وعلى المراقبة وعلى الأشياء هذه مسؤولياتهم. أشكرك شكرا جزيلا المستشار القانوني الأستاذ خالد الحلواني على هذه المشاركة، وأيضا عادل المحروقي الموظف اللي فصل من عمله وما زال معتصما. ستعود تكمل اعتصامك اليوم؟ سأعود ولا نتحرك إلى تحل تستمر في إجراءات التقاضي؟ ما تتوقف؟ لا، إجراءات التقاضي ما أعتقد أني حكملها. ستكمل اعتصام؟ أرجع للاعتصام. أعانك الله. وحقيقة يعني احنا نقدم النموذج هذا على الأقل لنفهم إشكاليات الموظفين في سواء جانب التقاضي أو جوانب حتى تعاملهم مع شركاتهم. وإحنا هنا لا نتحدث عن شركة بعينها، إنما نقدم نموذج وحرصنا حقيقة أن يكون الطرف الآخر موجود لولا اعتذار هذا الطرف. وبينا أن هناك إشكاليات. الإخوان المحامين ها هنا يتحدثون عن آلاف كما يقولوا من المشاكل في مكاتب العمل في السعودية من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. أعتقد أنه مزيد من الوعي في هذا الجانب، وخاصة يمكن أن نساهم بهذا الوعي في سرعة استخلاص قضايانا من أيدي البيروقراطية. بعد الفاصل بإذن الله تعالى وهذا التقرير سنشاهد إبداع عشر.